سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هاد لا فيديو في احوال جيده. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد. في هاد لا فيديو غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال هاد الصباح. بالنسبه لي البنات انا راني حبست النظام ديال الريجيم، الصيام المتقطع حبستو، ودابا كندير ريجيم اللي هو عادي، ومره كنخرجوا على سطر البنات باش نكون معكم واقعيه. حيت صراحة كنت متبعة الرجيم وطيحت به واحد 10 كيلو، ولكن كان وقعوا لي هكا مضاعفات ونقص في الحديد ونقص عندي فقر الدم. داكشي علاش قررت انني غادي ندير هكا مره باش ما نرجعش للوزن ديالي. هكا مرة ناكل داكشي اللي بغيت، ومره هكا واحد الاسبوع ولا واحد 10 ايام نتبع الريجيم. اول حاجه البنات بديت بها هاد الصباح هو هاد المشروب الطاقه، رائع البنات، غادي يساعدكم بحال هكا في وقت اليوم. اول حاجه غادي نفطر بها هو هاد مشروب الطاقه. عندي حليب بدون جليكوز، وعندي اللي رقدته في واحد المعلقه كبيره ديال بذور الشيا راه كتعاونكم بزاف البنات، وعندي ورقه ديال الشوفان وواحد التفاحه. هذا واحد العصير اللي مشبع وكيعطيكم الطاقه. بالنسبه للبنات نصيحه مني، الا باغا تبداي الصيام المتقطع من الأحسن أنك تعاوني هكا بالفيتامينات، تعاوني بالألياف، تاكلي ماكلتك كلها نقية، تعاوني هكا بالباربة، بالزبيب، مهم باش ما تلقايش مضاعفات من بعد. انا صراحه ماشي الريجيم هو اللي دار لي هكا مضاعفات، ولكن كان وقع لي واحد المشكل، داكشي علاش عندي دابا المضاعفات. ولكن ماشي مشكل، دابا متبعه التريتمون ديال الدواء، وهذا هو المشروب ديالي كيجي رائع. غادي ندوز دابا باش غادي نوجد الغديوه ديالي ان شاء الله. هكا غادي نوجد غديوه اللي هي صحيه ليا وليداتي. داكشي علاش البنات من الاحسن الناس اللي كيقولوا لي ما كنقدروش نشدو في الريجيم بزاف لمده طويله، راه داكشي اللي غادي تصوبي لوليداتك، ماشي بالضروره الماكله ديالك بوحدها. اليوم انا غادي نعطيك مثال ديال الوجبه اللي درت اليوم، تقدري ديريها انت غدا ولا بعد ولا عاد تبعها السيستم ديالك. ولا بغيتوا البنات نعطيكم وجبات اللي صيفيه اللي ياكلوا وليداتك وصحيه بزاف، خليو عليا في التعاليق نشاركهم معكم. علاش لا؟ اول حاجه بديت بها هي الخبز البنات ماشي يوميا كناكلو، ولكن هكا الا درت شي حاجه فيها الخبز وفيها الطماط كندير الخبز اللي هو صحي. هنا عندي الدقيق القمح الكامل، عندي شويه د الملحه، شويه د الخميره الفوريه، وشويه ديال زيت العود فقط. هانتوما كنشارك معكم دقيق القمح كامل البنات. وهنا غادي نضيف واحد شويه د الماء دافي، وغادي نعجن العجينه ديالي. بالنسبه لي البنات انا ماشي كل نهار كناكل الخبز، وكما قلت لكم ولا بعض المرات كناكلو في الصباح وما ناكلوش في الغداء ولا في العشيه، ولا بعض المرات كناكلو في الغداء وما كناكلوش في الفطور. كما شفتوني دابا اليوم راني كليتو في الغداء وما كليتوش في الفطور فقط. غير هو الخبز راه ماشي انكم تاكلوا ما تاكلوش الخبز، غير هو انكم تنقصوا الكميه ديال الخبز اللي كتاكلوا في النهار ديالكم. هنا الخبز ديالي من بعد ما خمر غادي ندوز باش غادي نطيبو، وكيجيو خبيزات ديالي على هذا الشكل، كيجي محمر، كيجي انا ما كنبغيش البنات غليظ بحكم كما قلت لكم نتبع هكا مره الريجيم. داكشي علاش كنبغي هكا خبيزات يكونوا على هذا الشكل صافي، وكيكون هذا هو الخبز ديالي. من الاحسن البنات اول حاجه هي تحيدوا لكم الخبز الابيض، ماشي الخبز الكامل. هذه هي اهم نقطه البنات. ديروا هكا خبز بالدقيق الكامل كما كتشوفوا، راه كيجي رائع وعادي البنات، راه مزيان لكم هكا حتى لمصيرناتكم، وعادي انكم تاكلوه. غير هو الا كليتو الخبز في الغدا مزيان، حاولوا انكم تفاداوه في الغدا. وهنايا غادي ندوز باش غادي نوجد الغديوه ديالي ديال هذا النهار. اليوم قررت انني ندير لهم هكا اختي طاجين بالكواري ديال السردين. كيجي طاجين اللي هو صحي، السردين راكم عارفين المنافع ديالو، وطويجين هكا راكم تاكلوه بالدقيق الكامل، ما كاين حتى شي مشكله البنات.
راه غير خاصكم تعرفوا انكم كيفاش تنظموا وقتكم فقط. اما انكم ديروا الريجيم وديروا داك الريجيم القاصح وما ناكلش ونحرم راسي، بالعكس راكي كتخرجي غير على صحتك. ناكل ونعرف اش كناكل، والا درت الريجيم القاصح نعاونوا بالمكملات الغذائيه. ما يمكنش البنات ديروا ريجيم قاصح وما كتعاونوش، غتشدكم الصحفه، يبقى يطيح لكم شعركم، غادي يشدكم مضاعفات في الجسد ديالكم. اللهم اننا نتفاداو. هنا البنات بالنسبه للطويجين ديالي، انا حكيت واحد جوج مطيشات، درت شويه ديال التحميره، شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر والمعدنوس، والعطريه اللي كنديرها في لاصوص كنديرها حتى في الكفته. بالنسبه درت شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره. هذه هي العطريه البنات اللي غادي نحتاج. صافي غادي ندوز باش غادي نخلي الطويجين ديالي يتشحر. وحاجه وحده اخرى غادي نزيد شويه ديال مطيشه الحك، انا كانت عندي هنا في المجمد، داكشي علاش زدتها. كتعجبني كتكون لاصوص ديالي مخضره. وهنا الكفته ولا هذا زدت شويه ديال العطريه ديال الحوت، انا عندي هنا شويه العطريه ديال الحوت زدتها. ما عندكمش اكتفيو غير بالعطريه اللي عندكم. صافي وغادي نخلي هكا الطويجين ديالي يتشحر ليا حتى طيب ليا ديك لاصوص. عاد غادي ندير الخضره ان شاء الله والكفته. هنا البنات من بعد ما طبت لي لاصوص ودرت الخضيره، درت غير شويه ديال البطاطا وشويه ديال خيزو. وهنا ديك لاصوص البنات اللي حيتها درت هكا شويه من الفوق ديال الكفته باش ما تجينيش الكفته من الفوق ناشفه. انا هو هذا الطريقه ديالي ديال الطاجين بالكواري، كتجي هكا وكيجي صراحه لذيذ ما تشبعوش منه. وخليكم معايا تشوفوا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي كي جا. هنا غادي نزين بشويه ديال الفلفله حلوه مع شويه ديال الحار، شويه ديال الحامض، شويه ديال الزيتون. كيكون هكا التزيين اللي هو بسيط كما كتشوفوا، وكيكون الطاجين ديالي راه دغيا كيوجد معكم البنات. انا عطيتكم غير اقتراح لوجبه الغداء ديروها، صراحه كيجي لذيذ بزاف ومشبع وهكا صحي حتى لوليداتكم. هو الطاجين ديالي بدا كيطيب كيجي روعه وما كيلصقش لكم البنات، وكيجي لذيذ بزاف هكا لوليداتكم راه يحماقوا عليه. ومن الاحسن البنات اننا نتفاداو هكا لي صوص والمقليات الا نقيتي الماكله ديالك راه نقيتي الجسم ديالك. بالنسبه للبنات اخر حاجه غادي ناخذها في النهار ديالي هو واحد البيرلي طبيعي مع واحد نص ديال التفاحه. حيت اليوم صراحه تغديت مزيان اللهم لك الحمد، اللهم ديما نعمه وحفظها من الزوال. داكشي علاش درت غدا عشاء خفيف. ملي كنكون البنات دايره غدا اللي هو ناكل بالخبز وهذا كندير عشاء اللي هو خفيف، وهذا هو السيستم ديالي ديال ديما. وهنا غادي نكون ساليت لا فيديو. لا عجبكم بحال هاد لا فيديو تخلوها ليا في التعاليق، وبسلام عليكم.